السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. النهارده احنا جايين نتكلم معاكم عن الام الكعب، وحابين نعمل فيديو بشويه هنت بسيطه عن الام الكعب. مش كل الم في الكعب ممكن يكون شوكه عظميه، يعني مش شرط لو حضرتك حسيت ان في الام بالنسبه لك في الكعب يبقى اكيد عندك شوكه عظميه، لان في اسباب كتير جدا لالام الكعب، زي مثلا التهاب اللفافه الاخمصيه، وده بيبقى التهاب في باطن القدم، والنسيج اللي بيبقى موجود في باطن القدم بيحصل فيه التهاب برضه ممكن يسبب لي الام في الكعب. رقم اتنين الكسور، لما يحصل كسر في الكعب ومثلا حضرتك ما عملتش عليه علاج طبيعي وتأهيل وما رجعش مفصل الكعب لحالته الطبيعية، فهتعاني من ضعف في العضلات وفي الأربطة اللي موجودة في مفصل الكعب، وده هيؤدي لآلام في الكعب وعدم القدرة على المشي بشكل طبيعي. رقم ثلاثة بالنسبة لك، لو احنا كان عندنا سكر مثلا يؤدي بعد كده لضعف الأعصاب الطرفية. ضعف الأعصاب الطرفية بالنسبة لنا يؤدي بعد كده برضه لضعف العضلات وضعف الإحساس في المنطقة دي، وده بيسبب بالنسبة لنا مشاكل في الكعب، وبرضه الحركة بالنسبة لنا ما بتكونش مظبوطة نتيجة ضعف الأعصاب وضعف العضلات. والتهاب المفاصل الروماتويدي اللي بيأثر بالنسبة لي على الكعب وما يخليهوش يقوم بنفس الأكشن الطبيعي اللي كان بيقوم بيه قبل كده. وعندنا التهاب وتر أكيلس، عندنا متلازمة النفق الرزغي. يا دكتور هي مش متلازمة النفق الرزغي دي اللي كانت موجودة بالنسبة لنا في الإيد، لا كمان احنا عندنا حاجة اسمها التارشال تانل سندروم أو متلازمة النفق الرزغي اللي موجود بالنسبة لنا في القدمين، وبيحصل بالنسبة لنا ضغط على الأعصاب زي اللي بيحصل في الإيد، بتحصل بالنسبة لنا في الرجل، ويحصل ضغط على الأعصاب في المنطقة بتاعة القدم، وده ممكن جدا يسبب لنا آلام في الكعب. في أسباب كتيرة جدا لآلام الكعب، زي مثلا التهاب وتر العرقوب. آلام الكعب ممكن يحصل نتيجة مشاكل في أسفل الظهر، لو الإنسان أهمل في العلاج وما عالجش مشاكل أسفل الظهر، وليكن غضروف مثلا، بيأثر على الميكانيكس بتاعة الحوض وبتاعة الفخذ وبتاعة الركبة وبتاعة كمان الكعب، وده بيؤدي المشاكل بعد كده في مفصل الكعب ما يخلوهوش يقدر يتحرك بشكل كويس، وقطعا هيكون عندنا فيها آلام في الكعب. فمش كل آلام الكعب يبقى عندنا فيها شوكة عظمية، ولكن أول ما أو لا قدر الله لو حضرتك كنت بتعاني من مشاكل في الكعب ولقيت الموضوع مستمر معاك، روح اكشف، لأن الأشعة بالنسبة لنا هي الحاجة، يعني في الغالب هي أكتر حاجة بالنسبة لنا بنعتمد فيها في التشخيص ايه المشكله اللي موجوده عند حضرتك في الكعب. فتروح تكشف في الاول عند دكتور العظام، نشوف بقى والله مشاكل الكعب دي فيها شوكه عظميه، ولا فيها التهاب لفافه اخمصيه، ولا كان عندنا كسر، ولا عندنا مشكله في وتر اكيلس، ولا عندنا متلازمه النفق الرزغي، ولا عندنا مشاكل في اسفل الظهر. مشاكل الكعب بالنسبه لنا والتاريخ المرضي بتاع حضرتك هو اللي بيحدد بالنسبه لك، وبنسبه تتخطى 90% بعد ما حضرتك تكشف مع دكتور العظام حضرتك هتتحول لدكتور العلاج الطبيعي والتاهيل. لازم بالنسبه لنا علاج طبيعي وتأهيل في أغلب حالات مشاكل الكعب، لأن احنا التخصص بتاعنا تخصص بيتعامل مع الحركة، وكل مشاكل الكعب بلا استثناء بتأثر على الحركة. يعني أي مريض بيبقى عنده مشاكل في الكعب لازم تلاقي الجيب بتاعته أو الحركة بتاعته متأثرة، وعشان كده بعد ما حضرتك هتكشف عند دكتور العظام لازم تتحول لدكتور العلاج الطبيعي والتأهيل. من العلاج الطبيعي في غاية الأهمية إنه يرجع المفصل لحالته الطبيعية تاني على حسب المشكلة المرضية عندك، وان انت تمشي كمان بشكل طبيعي. بس كده دي كانت هنت بسيطة كده عن اسباب الام الكعب، لازم كشف فيها مع الدكتور. وباذن الله الفيديو يعجبكم. لو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني باللايك والمنشن والشير، ولو بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتب لنا في الكومنتات تحت ايه المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله الفترة اللي جاية. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو مهتم دايما بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فهنا مكانك الصحيح. هنا حكيم اعصاب ومعاكم مصطفى سليم. ما تنسوش تصلوا على النبي، وسلام عليكم.